أترون هذه الصلعة؟ هذه أجمل صلعة شاهدها المغاربة، صلعة الركراكي التي يتفاءل بها لاعبو المنتخب. بفضلها فازوا على إسبانيا، فكانوا أول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. شباك الفريقين ظلت جائعة ولم تأكل أي كرة خلال الأشواط الأربعة. أسود الأطلس قدموا مباراة أسطورية لمدة 120 دقيقة. المحاولات أخفقت في الوقت الأصلي، وفي الوقت الضائع الإضافي أضاع المنتخب المغربي فرصة للتسجيل من انفرادة وليد شديرة أبعدها الحارس الإسباني. لكن نجم المباراة ظهر في ركلات الترجيح. ياسين بونو حارس أسود الأطلس أبدع بالأداء، استشرس بحماية مرماه، يريد لفريقه أن يتأهل لدور الثمانية عندما تصدى لركلتي لاعبي الفريق الإسباني، وكأنه أغلق المرمى، كأنه باب كراج أغلقه وغادر. فصاح المعلق على المباراة: بونو وبونو، فصاح معه كل المغاربة: وبونو. وكان رجل المباراة الحقيقي ها هو يحمل جائزته. بعد هزيمة إسبانيا سألوا المدرب لويس إنريكي إذا كان نادما على اختيار اللاعبين في ركلات الترجيح، فقال: إذا كان بإمكاني تغيير شيء فسيكون ياسين بونو، لقد كان رجل المباراة بالفعل. كيف علقت الجماهير الرياضية على أداء المنتخب المغربي وخاصة الحارس؟ أبدأ من تغريدة محمد هنيدي يقول: عذرا إسبانيا، فالأسود دائما تلتهم الثيران، وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو التهمكم اليوم. والله بقول حكم. أما بالنسبة لأحمد وحيد فقال: طب ما تيجوا نتعلم من تجربة المغرب كده مع المدرب الوطني وليد الركراكي، ونآمن بنفسنا وبكوادرنا ونجرب حسام حسن. فاطمة أمزيل قالت: يوم قررنا أن نتحرر من عقدة النقص أمام الأجنبي واخترنا مدربا مغربيا لمنتخبنا، بدأنا من جديد نسلك طريق النصر، فوصل فريقنا لأول مرة في تاريخ العرب إلى دور الثمن. أبو الليث قال: تعادل مع كرواتيا، هزم بلجيكا وكندا، أجبر إسبانيا على اللجوء إلى ضربات الترجيح ليضع أمامهم الجدار. ياسين بونو وليد الركراكي كتب تاريخا جديدا للعرب والمغرب في كأس العالم. مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قال: أفتخر وأعتز بهذا الإنجاز، وأن التاريخ لا يزال يكتب على ملاعب قطر المونديالية. وكي لا تعلقوا وتقول أبو حميد يسخر من صلعة الركراكي، هو قال إنه يسمح للاعبي المنتخب بلمس رأسه من أجل الحظ. أنا أيضا سألمس الركراكي علي أكون محظوظا. طبعا هناك علاقات أخوية تربطه بلاعبيه. علقوا بلطف على هذه القصة. مباراة البارحة أظهرت كمية العطش والشوق والرغبة بالنصر والتعلق بالأمل لدى الشعوب العربية. لك شعوب تحتاج الفرح. أسود الأطلس أفرح 400 مليون عربي. جمال كرة القدم أنها تظهر المشاعر الإنسانية للكبير والصغير، الغني والفقير، الأجير والأمير. وشاهدوا أمير البلاد كيف فرح بفوز المغرب. أيضا العاهل المغربي محمد السادس شارك المغاربة فرحتهم ونزل للشارع بقميص المنتخب. عاش الملك
الفرحة لم تكن فقط في المغرب، كانت في كل شارع، في كل بيت عربي، في سوريا، في مصر، في فلسطين، في الجزائر. انظروا. نقرأ لكم بعض التغريدات التي غرد بها العرب. الكل فرح طبعا، فوز المغرب، هي المغرب البلد العربي. محمد يقول: نسخة استثنائية من كأس العالم أعادت لنا حلما وأملا بأننا عرب وأمازيغ ومشارقة وأفارقة، لسنا أقل من أي أحد. نديم قال نديم في تغريدته: المغرب يصنع التاريخ على الملعب ويصنعه خارجا، كلنا بقلب واحد صرخنا وهتفنا للمغرب، وهذا أكثر ما خلق السعادة والمتعة. محمد اللهبي محمد قال: شعوبنا تستحق أن تفرح مع كل ما نعانيه وما نعيشه من واقع مرير أنسانا إياه المنتخب المغربي. أما بالنسبة لي نبيلة فقالت: العفوية في الفرحة رائعة، احتفلنا بالمغرب كأنه منتخبنا، واحتفلنا بقطر كأن بلادنا نظمت المونديال، كسرنا الخلافات وأظهرنا أنه يمكن هناك أمل أن نتوحد ربما. التشجيع والحماس لا يخلو من حالات من الجنون اللطيف والمناكفات الطريفة بين الخصمين. سأختم القصة ببعض الفيديوهات الطريفة. After 4 years ان شاء الله. Hey my friend. Hey, good luck. You are good team, huh? Yes. El Port this way.